بعد حوالي 20 سنة من التجارب مع أنواع مختلفة من الشرفات في منطقتنا، أخيرا قدرت أوصل لتصميم صمد مع الزمن. عشان كده أهلا وسهلا بالجميع. لو ثبتت ألواح التراث المصنوعة من شجر الصنوبر على هيكل المعدني، هتطلع بحاجة فعلا بتعيش وبتخدم كويس. في بيتنا الرئيسي السلم الأساسي كبير جدا، فيه 6 درجات، كل واحدة عرضها 3 متر. ولما كان يجي وقت نعيد شغل السلم ده، كانت الشغلانة بتبقى كبيرة قوي. عشان أضمن العرض المناسب والمريح، بستخدم لوحين تراث عاديين وجزء ثالث متقطع بالطول. اللوح اللي اشتريته عرضه 140 ملم وسمكه 27 ملم. ده أكتر مقاس منتشر في بلادنا اللي مش فيها خشب أرز ولا سيبيري. بما إن هياكل السلالم اللي لحمتها من مواسير حديد مربعة كانت معمولة أصلا لحشو تاني، فتركيب ألواح التراث عليهم محتاج شوية تعديل. الحشو القديم اللي كنت فاكره من مادة مبتكرة في شغل المداخل ما عداش اختبار الزمن. لو كنت عامل الهياكل دي مخصوص لألواح التراث من الأول كنت عملتها أبسط كمان. الإطارات مواسير مربعة بعوارض وكل العناصر في مستوى واحد، لكن عندي مش كده، فلازم أعمل تفريغات في الألواح. المبدأ الرئيسي هنا وبرأيي بسيط وواضح. الربع من طرف اللوح سهل جدا يتشال بأداة يدوية بسيطة، منشار يدوي وإزميل مع السلم. في منطقتنا الوسطى ناس كتير بيعانوا، وإحنا كمان بنعاني، وكمان مع اللي قدام ومع اللي في الجنينة أهلي بيعانوا. عندهم سلمتين من الخرسانة متغطين بسيراميك مقاوم للصقيع. السيراميك ده مخصوص للدرج. كل 17 سنين التغطية دي بتحتاج صيانة كبيرة. كتير من الجيران بيعانوا، وكمان أصحابنا ومعارفنا، وكل ده بسبب مناخنا البيلاروسي. هو يعني شكله كده ناعم شوية، بس ده بس من أول نظرة. عندنا في جوميل في الشتاء بيكون في حوالي 50 دورة تجميد وذوبان في المتوسط، وده مش هزار. لما المية بتتجمد بتتمدد وبتقدر تكسر أقوى المواد. المية بتكسر الطوب وبتكسر الخرسانة وبتكسر أسفلت الطرق. عشان كده المواد دي بتخدم كويس كام موسم لحد ما تظهر الشروخ الصغيرة واللي بسرعة بتتحول لشروخ كبيرة والمادة بتبوظ. قررت ما اعملش الفتحات في اللوح الأمامي كلها، وعشان كده الرينوفيتور بيساعدني فيها. مرة من المرات جبت لبابا رينوفيتور هدية، بس لسبب ما هو معرفش يستخدمه كويس. من غير البلغاريا بحس إني ناقص، بس الرينوفيتور مش عاجبه وبدأ يرجعه ورا تدريجي. أما أنا دايما بلاقي شغل للرينوفيتور. بعمل نفس الحاجة من الناحية التانية. الإطارات بتاعت الدرجات متلحملها مسامير علشان تتربط في قاعدة السلم نفسه، وبعمل فراغات حوالين رؤوس المسامير الملحومة برضه. هنبدأ نكمل. بغطي الألواح كويس بعدة طبقات من زيت التراث القوي. وكمان بدهن هياكل الدرجات بعناية. وسع الفتحات القديمة لمسامير تانية. هعرض كل مقاسات الدرجات المريحة اللي اتجربت مع الوقت في الفيديو ده، بس بعد شوية. لو ما بخلتش على السيليكون هتقدر تعمل الدرجات من غير ما تطلع صوت. المية اللي بتتجمد كتير ممكن تبوظ مواد بناء كتير تقليدية، لكن الأخشاب اللي من شجر اللاركس السيبري حتى مع تعرضها للمية كتير من زمان وهي مشهورة إنها قوية وبتستحمل. حتى للدرجات الكبيرة زي بتاعتنا احتاجنا بس 14 لوحة خشب طول الواحد 3 متر. الحديد اللي عليه طبقة دهان حماية كمان المية مش هتقدر تأثر عليه جامد لفترة طويلة. عشان كده اخترنا النوع ده للنسخة الثالثة من السلم. بثبت الألواح من الخلف بشكل مخفي، بستخدم مسامير قطرها 6 ملم كاملة، واخترت طول يخلي جزء كبير منها يدخل جوه الألواح. كل ما قطر المسامير زاد هتثبت أكتر. الحديد اللي في السلالم عندي مقاساته مختلفة، عشان كده بستخدم مسامير بأطوال مختلفة. في مسامير عايزة مفك صليبة وأخرى مفتاح، والفرق مش كبير. أنا آسف على الصورة اللي شكلها محدب زي عين السمكة، بس أنا شايف إن التصميم ده للسلم أثبت كفاءته مع الوقت. زي ما أنت فاهم، اللقطات دي متصورة من زمان، وفي الوقت ده ما كنش عندي كاميرا تانية بعدسة أحسن.
برصت الألواح بخش صغير بينهم. الألواح مش مستقيمة، عشان كده ساعات بستخدم الكلامبات أخلي الفواصل متساوية. لما كنت بلحم السلم ده كنت لسه مبتدئ في الشغلانة دي، فبلاش تحكموا على جودة اللحام بأسوأ، بعد كده هبدأ أعمل الشغل بشكل أحسن. اللمبات دي كانت في النسخة القديمة من السلم، فهتكون في الجديدة برضو. المنشار الكهربائي بيقدر يعمل الفتحة الدائرية دي كويس جدا. الرينوفيتور بينقذنا تاني. وبرضه مش هبخل على السيليكون. كون السلالم متثبتة بمسامير ده شيء مريح جدا، وفي التصاميم اللي بيتم فيها تجربة أنواع مختلفة من الحشو كل فترة ده عملي جدا. النتيجة كانت سلم مدخل لطيف بمظلة جميلة. الوصول لكل ده ما كانش سهل أبدا. تثبيت الألواح على الهياكل كان مجرد قمة جبل الجليد اللي جاي فيه أكتر عن الأخطاء. السلم الأصلي في تصميم البيت اللي اشتريناه من مهندسين معماريين محترفين كان فيه منصة مش لازمة، وكانت بتدي للبيت شكل برجوازي صغير مش حلو، وكمان ما كانتش بتسمح نعمل سقف مناسب فوق السلم. عامل بسيط عمل لنا سقف كامل بدل السقف الصغير اللي فوق الباب. والسقف الكويس في المناطق المعتدلة مهم جدا. وكمان كان في غلطة مني لما قررت أعمل السلالم من الطوب الأحمر، ولما غطيتها بالبلاط من غير سقف بدأت تبوظ بسرعة جدا. قررنا نغير الجزء الغير مهم من الساحة ونخليه بلومبو، ولما صغرنا مساحة الساحة اللي فوق السلم بدأ يتكون عندنا تصميم لمظلة بحجم مناسب، مظلة مش هتبوظ شكل البيت من بره خالص. وتشويه الشكل الخارجي للبيت ده أسهل حاجة وسط زحمة المعارك الإنشائية. ما كانش في وقت نفكر في العملية، كنا بننفذ المشروع زي ما هو وخلاص. لحمت الهيكل الحديدي. في البداية كنت عايز أركب السلالم الجديدة فوق القديمة على طول علشان أحاول أقلل حجم الشغل. عملت كمان حشوة مبتكرة للدرجات من خشب الأبلكاش، وغلفتها بقماش فايبر جلاس وراتنج إيبوكسي من الناحيتين. كل ما أعدل وأظبط الدرجات بتطلع بارزة والمنصة اللي فوق بتكبر تاني. مفيش حل، شمرت عن دراعي وفكيت الدرجات الطوبية كلها. استخدمت حديد تسليح مركب وعملت تسليح كويس وصبيت خرسانة، وركبت الدرجات الجديدة مكان القديمة. الطوب بتاع الحواف الجانبية تحت البلاط كمان اتفتت جزئيا، بشيل الطوب المكسور وبسيب السليم وبركب الشدة وبربط الحديدي وبصب الخرسانة. ما نسيتش أساسات الصور، ولسه في شغل كتير، وعشان كده كمان بعدل الجزء اللي فوق وبنزل مستواه كام سنتي لتحت. التلج في الشتاء كان بيحاول يدخل من تحت الباب، ولما نزلت مستوى البلاطة وقف يدخل. وأنا بطور مهارتي في اللحام عملت الجمال ده من قطع حديد جاهزة اشتريتها. فاكر لما في الأيام الحلوة زمان كنت بجيب القطع دي من مدينة تشيرنيجوف اللي جنبنا؟ ساعتها ما كانش عندنا الحاجات دي بتتباع، والموظفة اللي في الجمارك البيلاروسية كانت طول الوقت بتحاول تعرف أنا ناوي أعمل إيه في الآخر بالقطع دي، غالبا علشان تفرض عليه رسوم جمركية. كنت بأكد إني فنان حر
وممكن أشرب وأفشل ومفيش منتج نهائي. عشان كده لحد دلوقتي دي تفاصيل بس ومش تحت الرسوم الجمركية. الرفيق المقدم سابني أعدي وهو بيهزر وقال إن الستات دول مش فاهمين حاجة. المشاكل اللي كانت باينة مشاكل طلعت في الآخر مش مشاكل خالص. في الرحلة اللي بعدها جبت مواد علشان نمد السور. حتى تكنولوجيا اليخوت العالمية بدأت تنهار بسرعة قدام مناخ بيلاروسيا. بتكلم عن الحشو والكومبوزيت من خشب الأبلكاش اللي عملته بنفسي. مواد البناء والتشطيب بالنسبة لي بتنقسم لفئتين. الأولى هي المواد اللي سهل تشتغل بيها حتى لو ما عندكش مهارات بناء، والتانية هي المواد اللي صعب تشتغل بيها حتى لو عندك مهارات بناء. فأنا غطيت السقف بتاع المظلة بشنجلاس من تكنونيكول، ونفس النوع ده مغطى بيه باقي سقف البيت كله. الشغل ده بتاع الأسقف المحترفين بياخدوا عليه فلوس كتير، لكن ممكن توفر المبلغ ده كله لو عملت الشغل بنفسك. والموضوع مش صعب زي ما ممكن تتخيل، لأن الشنجلاس بتاع تكنونيكول من النوع الأول من المواد، يعني من الحاجات اللي سهل تتعامل معاها حتى لو ما عندكش خبرة في البناء. ولما جه وقت السنة دي أصلح السقف اللي باظ في المخزن بتاعنا، ما فكرتش كتير، اشتريت تاني الشنجلاس المرن من تكنونيكول. المرة دي كان لونه بني من نوع كانتري وبنقشة أسنان التنين، وبفضل النقشة دي تركيبها مش محتاج تنسيق في الرسمة خالص. وكمان قدرت أركب الشنجلاس بسهولة. ابني الصغير جيرمان عنده دلوقتي 16 سنة، ساعدني جامد. سقف المخزن بقى ليه ألوان جديدة على طول، وفي نفس الوقت حافظ على الطابع الكلاسيكي الأصيل. أما بقى الخامة اللي من الفئة التانية الشغل بيها صعب حتى لو عندك مهارات بناء. قررنا نعمل كده، لكن احنا قررنا نعمل كده، لكن احنا قررنا ده، لكن احنا قررنا نعمل كده، لكن احنا قررنا نعمل كده، لكن احنا قررنا نعمل كده، لكن احنا قررنا نعمل كده. انا ركبته بس كفى حوالي 3-4 سنين بس. كخامة تشطيب الحجر ده مش غالي قوي، بس محتاج تركيب بجودة عالية جدا، ومش كل الصنايعية يقدروا يظبطوا الشكل بشكل حلو. أما اللي يقدروا يظبطوا الشكل ويعملوا تركيب بجودة عالية بيطلبوا فلوس كتير على الشغل، وحتى الصنايعية اللي مش شاطرين برضو بيطلبوا فلوس كتير. بس بعدهم هتضطر تعيد الشغل كله يا بنفسك يا تدفع فلوس كتير تاني، بما إن سمك الحجر البلاط بيتفاوت بشكل كبير. فلو عايز تطلع سطح متساوي لازم تستخدم كمية كبيرة من لاصق البلاط الجيد والمقاوم للصقيع. كل ده بيخلي المادة اللي كانت رخيصة في الآخر تبقى من أغلى مواد التشطيب، بما إن جوانب السلم قبل التعديل كانت متغطية بحجر طبيعي زي القاعدة والممر والطريق. ما كانش فيه اختيارات تانية، اشترينا منه زيادة. الحجر اللي بيوصل لنا من منطقة روستوف ومنطقة كراسنودار اللي بيستخرجوه هناك بكثرة مش دايما بيكون بجودة كويسة. بغسله كويس جدا، وبنشافه بنفس الدقة. لما كنا بنبني البيت واحد صاحبنا سواق نقل جاب حجر من روستوف بسعر كويس جدا وجودة عالية. لو ما عندكش ماكينة غسيل ضغط عالي تقدر تنظفه يدويا بفرشة معدنية. لو كنا اشتريناه من هنا في جوميل كان هيكلفنا أكتر بكتير، والكمية دي كانت هتبقى تقيلة على ميزانيتنا. في اللي لسه متر جديد في عيوب كتير. الحجر اللي فيه شروخ مش هيعيش كتير. عشان نوصل للأسطح الداخلية للبرابيت بنشيل السلالم. اللي حصل لهم بعد الفك ده انت شفته في البداية. الحجر المستعمل من السلم كمان هستعمله. اتعودت اعمل شقوق بقراص الماس على بواقي اللاصق والطوب، وبعد كده كل الزيادة بتتشال بسهولة. الشقوق دي كان المفروض تزود التماسك. على قطع من الفيبر والكرتون كررت أشكال الأسطح اللي محتاجة تغطية، وبكده حولت عملية الاختيار لمستوى أفقي.
أنا مش خبير كبير في الموضوع ده، عشان كده بشتغل بالطريقة اللي شايفها صح. وده جهاز قياس الزوايا اللي لسه معمول حالا، أداة قياس دقيقة جدا. تجهيز السطح الشمال من الحاجز اليمين. تجهيز سطح يمين الحاجز الشمال. في الشغل ده من الأفضل ما نوفرش في جودة اللاصق. حد يعرف ليه في كل كيس فيه حتة البلاستيك دي؟ تجهيز السطح اليميني من الحاجز اليمين. دلوقتي بيبدأ أصعب جزء. لازم نحط الحجر بحيث ما يكونش فيه أي فراغات هواء تحت اللاصق. لو لصقناه بكتل من اللاصق بس هيقعد بالكتير موسمين وبعدين كله هيقع. الخامة دي مش مناسبة لنا، دي كويسة للجنوب عشان البرد هناك قليلة. ده معناه دايما نكون على الحافة. ندمت كذا مرة إني قررت أعمل حاجة مختلفة ودخلت في الخامة دي. التجربة بتتعلم منها من الأخطاء. وانت بتركب متحاولش تدخلها بالعافية ولا تلزق وش الحجر بالغراء. لو الصنايعي قالك إنه هينظفه بعدين يبقى أكيد مش صنايعي. الصنايعي الحقيقي ما يوسخش الحجر من الأول. أنا مش صنايعي بس بحاول جدا ما أوسخش برضه. أكبر قرار متهور هو كسوة المواسير فوق السطح بالحجر العشوائي. وقتها هتضطر تمشي حوالين البيت دايما وانت لابس خوذة. في البناء والتشطيب الكلاسيكي في شغل كتير جدا ومتعب ومحدش بيقدره. ممكن كل ده فعلا أثر عليا جامد. عشان كده دلوقتي بشوف إن الإكسباندد بوليستيرين المقوى والفوم من أحسن مواد البناء. الشغل اللي اتعمل في تعديل السلم ده كان في أيام قبل الإكسباندد بوليستيرين. دلوقتي كان ممكن كل حاجة تبقى مختلفة. تقدر تدعم القناة عن طريق خدمة بوستي، الرابط تحت الفيديو. أغاني يا شاكوسياك ممكن تدعمها كمان على يوتيوب من خلال زر الرعاية. على فكرة فيديوهاتي الجديدة دلوقتي بتنزل الأول على روتيوب. يمكن كان أسهل من الأول إني ألزق الحجارة كلها مرة واحدة من غير ما أقطعها وبعدين أحددهم كلهم مرة واحدة وأقطعهم، بس كده برضو كويس. أنا وقتها فاكر إني تعبت جدا، وأكيد أنا تعبتكم معايا بمشاهد تركيب الحجارة الطبيعية. عشان كده كفاية كده. اللي بنسميه وتر هيكل السلم لحمته من قطع حصلت عليها لما قطعت بصاروخ صاج حديد 2 ميلي. كان في صاج زيادة مش محتاجه فقررت أستخدمه، وكل الباقي من مواسير مربعة. من أول السلم اللي كان معمول من بلاط كان فاضل عندي زوايا ألومنيوم فيها جلود، ولسه فاكر إني صرفت عليهم $200. عشان كده شلت الزوايا من السلم القديم بحرص واستخدمتهم هنا. في النسخة التانية الحشو كان بحري. الموضوع غالي فعلا. ده بناء كلاسيكي، بسببهم اضطريت أعقد تصميم السلالم. في النسخة التالتة شلت الزوايا دي. سمحت نفسي على الفلوس اللي صرفتها وخزنت الزوايا في المخزن. قررت أبطل أعدل في السلم الخلفي وهددته.
بعد كده صبينا سلالم جديدة من الخرسانة المسلحة وغطيناها ببلاط الأرصفة. الزوجة سدت الفواصل كويس جدا علشان المية والمنظر ما يبوظوش السلالم. السلم التاني لسه له سنة ونص بس وكل حاجة ماشية تمام. أما الأول اللي معمول من ألواح التراس وحديد بقاله 7 سنين شغال من غير أي مشاكل. يا ريت تدوس لايك كبير. اشتركوا في قناة أغاني ياشا كوسياك، واشتركوا في جروب روتيوب وفي كي وتيك توك ودازين، كل الروابط تحت الفيديو، واضغطوا كمان على الجرس وساعتها هبلغكم بكل جديد. 2 ملكة العالم في كل العالم. شكرا.